يا مساء الخير. النهاردة بإذن الله هنعمل أحب أكلة لقلوب المصريين، أكلة الشعب المصري. معظم الشعب المصري بيحبها إن لم يكن الكل. هنعمل مع بعض الكشري، بس النهاردة الكشري هيكون بالكبدة. هنعمل الكشري بتكات، هتطلع الكشري معانا زي كشري المحلات بالظبط، نفس الطعم والريحة. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. اول حاجة هنحط حلة على النار، هننزل فيها بكوباية من العدس الاسود، وهننزل بواحدة مرقة وواحدتين لوري. طبعا احنا حطينا مرقة فبالتالي مش هنحط ملح لان الكمية صغيرة، وهنشغل عليها حوالي 10 دقايق او ربع ساعة. اهم حاجة ان احنا ناخد بالنا ان العدس يقعد حبيبات. في نفس التوقيت هنكون حاطين حلة تانية على النار، حاطين فيها معلقة ملح وزيت، دي اللي هنسلق فيها المكرونات. هننزل فيها بنص كيس مكرونة سباكيتي مع كيس من القصة الصغيرة خالص، بس انا بصراحة ما كانش متوفر عندي الصغيرة فحطيت القصة الوسط. وطبعا الكمية بتحديها انتي على حسب عدد الافراد اللي معاكي في البيت. بعد كده عندي بصلتين كبار هقطعهم تقطيع جوليان، قطع برضو على حسب ما انتي بتحبي، بس انا بعملها كده عشان تبقى زي بتاعت المحلات، ما بتبقاش صغيرة. بضيف عليها 4 معالق من النشا ومعلقتين صغيرين ملح او معلقة متوسطة، وببتدي اقلب فيهم لغاية ما النشا يتماسك في البصل. بعد كده بحط طاسة فيها زيت غزير على النار. وانا ليه ببتدي بالبصل؟ لان البصل هو الاساس عندي في كل شيء، لاني انا بعد كده هستخدم الزيت اللي جليت فيه البصل في باقي المكونات. لغاية ما البصل بتاعنا ياخد اللون الذهبي هنحط حلة على النار، وهنحط فيها مكعبات من الطماطم فقط لا غير، ما بنضيفش اي حاجة تانية. هنا عندي انا نشلت البصل وسبته على صينية عشان خاطر ينشف اكتر. في الوقت ده كانت الطماطم بتغلي على النار، طماطم بس ما فيهاش اي اضافات. بعد كده اول ما تستوي الطماطم بنضربها بالهاند بلندر او بالخلاط او بالكب، بالطريقة اللي انت بتفضليها، زي الصلصة. وحطيت حلة على النار هستخدم فيها الزيت بتاع البصل عشان اعمل الرز. يعني هحط شوية من الزيت اللي حمرنا فيه البصل. بعد كده هنزل بالشعرية ورقتين لوري. هنا عندي كوباية شعرية على كوبايتين رز، وبرضو بقولك الكمية على حسب ما انتي محتاجة. يعني انا عاملة الكمية دي تكفي 5 افراد. انتي بقى ممكن تزودي في الكمية، ممكن تزودي في الرز، ممكن تزودي في المكرونة، في الصلصات، زي ما انتي محتاجة. طبعا كوباية الرز بتاخد عندي كوباية وربع مية، فعندي كوبايتين رز اخدوا كوبايتين وربع مية. هنوطي عليه النار ونغطيه لغاية ما يستوي. كده هنرجع للصلصة اللي احنا عملناها فرمناها. هننزل عليها شوية من زيت البصل ونقلبهم في بعض على النار، وهننزل بعد كده عليهم بشوية من التوابل، بصل بودرة وتوم بودرة وبابريكا وواحدة مرقة وسنة كمون وورقتين لوري. ده بقى اللي هيخليكي تعملي صلصة زي بتاعت المحلات بالظبط، ما بنستخدمش فيها بصل ولا توم، لا، هي الصلصة الاول بتغلي على النار طماطم سادة، وبعد كده بننزل عليها شوية من زيت البصل والتوابل. ندخل بقى على اهم حاجة في الكشري، دقة الكشري، عبارة عن كوبايتين مية على كوباية خل. وبعد كده هنحط توم بودرة، وهنحط واحدة مرقة وكمون وبذرة توم، وهنحط المكونات دي كلها على النار يغلوا غليتين 3 مع بعض. بعد ما يغلوا على النار وياخدوا اللون المتعارف للدجة اللي احنا عارفينه، نطفي عليها. وبعد كده بنصفيها بمصفى عشان كل الاضافات اللي احنا ضفناها تقعد في المصفى. عندي هنا الرز استوى،
فاضل اخر تكة اللي هي الكبدة. هنسخن زيت خالص على النار، وهنقطع الكبدة عصافيري عشان كبدة اسكندراني. بعد كده هننزل عليها بفلفل اخضر برضو كمية على حسب ما انتي عايزة. انا مستخدمة هنا نص كيلو كبدة. وفي النهاية لما نحس الكبدة استوت بننزل عليها بمعلقتين من الثوم المفروم، وبنقلبها لغاية ما يستوي. طبعا ما بنكترش النار على الكبدة عشان ما تأستكش الكبدة بالذات، مبتاخدش اكتر من 10 دقايق على نار عالية عشان برضو ما تنزلش مية. كده احنا خلصنا كل المكونات مكون لوحديه. هنبتدي بقى ايه نرص السرفيس بتاعنا. رصة السرفيس دي ترجع ليكي برضو الكمية على حسب ما انتي بتحبي. يعني انا عندي ما بيحبوش الحمص فانا ما عملتوش. لا انتي كنتي مثلا بتحبي الحمص بتغلي الحمص، طبعا بيتنجع قبليها بساعة او 2 على الاقل. بعد كده بتحطيه على النار مع واحدة مرقة وواحدتين لوري ويتغلي لغاية ما يستوي. انا بصراحة ما بيحبوش الحمص خالص في الكشري فما عملتوش. هنا انا حطيت رز قليل بس كترت كمية المكرونة، وبرضو حطيت العدس كمية قليلة لان هما ما بيحبوهوش، وكترت الصلصة. انتي بقى رصة الطبق دي ترجع ليكي انتي اللي بتفضليه اكتر مكون يكون اكتر اللي هو السايد معاكي في الطبق، اللي هو العامل الرئيسي بمعنى اصح. طبعا احنا من عشاق البصل. بص البصل ما شاء الله النشا خلاه ازاي، خلاه ناشف مش طري زي بتاع المحلات بالظبط. تقريبا هو بيبقى ليه اسم ورد او بيقولوا عليه اسم في المحلات كده بتاعت الكشري. تمام ورد الكشري تقريبا. بس فاحنا اكتر حاجة بنحبها البصل، فانا مكترة كمية البصل. وطبعا سيد الطبق في النهاية اللي هي الكبدة بتضاف من فوق. برضو الكبدة انا محطتش الكمية كلها بصراحة لاني ما شاء الله نص كيلو مع الفلفل رمى معايا اكتر، فهنحط نص الكمية. نص التاني بتحشي سندوتشين مع شوية مخلل زي العسل ما بيقولش لا. تمام. وكمان انا عندي ابو العيال ما بيفضلش الكشري، فاحنا خلينا له معلقتين الكبدة دي على جنب على اساس يحشيهم سندوتشات. فاضل اخر حاجة واهم حاجة طبعا الشطة بتاعت الكشري. دي بتبقى عبارة عن معلقتين صلصة، بنحط عليها شوية من الخل، بنحط كمية الشطة زي ما احنا عايزين بحيث ان يبقى ايه بجانب الدقة الشطة بقى بتاعت الكشري. وبعد ما بنخلط المكونات كلها في بعض برضو بنصفيها عشان يبقى زي المحلات. يعني انتي بتحسي في المحلات بيبقى ايه مية، بيبقى مش فيه مكونات زهرة. طبعا هنحط معلقة شطة مع معلقة دقة، نقلبهم في بعض مع حتة كبدة ندوق الكشري. تبارك الرحمن، حاجة تفتح النفس بصراحة. ممكن انتي تبدلي الكبدة بكبد وجوانس او ممكن تبدليها بسجق زي ما انتي عايزة. بكده يكون خلصنا الكشري المصري بكل التكات والحركات بتاعت المحلات. بإذن الرحمن في فيديو تاني هنعمل الكشري في حلة واحدة. بصراحة انا مش من مفضلين اللي هو الكشري في حلة واحدة، بس هو اسرع وانجز من الطريقة العادية. بكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكونوا استفدتم من الفيديو. ان عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. كنتم مع قناتكم صناعة السعادة أم كيان.